الفنانة المطربة شادية سميت دلوعة السينما المصرية. اشتهرت بخفة الدم وجمال الصوت والروح والملامح الرقيقة، وتعرفت شادية بالفنانة الشاملة. لقبت شادية بعدة ألقاب زي معبودة الجماهير والقمر وصوت مصر. وقدمت شادية خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 150 فيلم، من بينها 6 أفلام صنفت على أنها من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما. ومن أهم أفلامها المرأة المجهولة، معبودة الجماهير، الزوجة ال13، مراتي، مدير عام، لا تسألني من أنا، وغيرها الكثير والكثير من الأفلام. وده غير الأعمال الإذاعية. وسقطت في بحر العسل وجفت الدموع، إلى جانب مسرحية واحدة وهي مسرحية ريا وسكينة، التي وقفت قدام عمالقة المسرح سهير البابلي وعبد المنعم مدبولي والفنان أحمد بدير، والتي كانت على نفس المستوى من الحضور وخفة الدم. شادية دلوعة السينما اسمها فاطمة أحمد كمال الدين شاكر. اتولدت في 8 فبراير 1931 في حي عابدين القاهرة. والدها كان مهندس زراعي كبير في أراضي الخاصة الملكية. والدتها كانت من أصول تركية اسمها خديجة طاهر تون شاي. ولشادية 4 إخوات، عفاف وسعاد ومحمد وطاهر. وكان لشادية ممكن يكون لها مصير تاني خالص غير الشهرة والفن والتمثيل، إلى أنها تعرضت للخطف وهي صغيرة. كانت بتلعب قدام البيت وقابلتها ست طيبة اديتها حلويات، أكلتها، نامت أو اتخدرت. المهم إن هي لما فاقت لقت نفسها في زريبة وفيها حيوانات، وسمعت بالقريب منها صوت بنت بتبكي، وفهمت ساعتها إنها أكيد مخطوفة زيها زي البنت اللي بتخفي. وكان في بنتين كمان تانيين معاهم ست تانية ملامحها غريبة، مش غريبة وبس، كانت بتخوف غير الست اللي اديتها الحلويات. المهم إن جم 2 رجالة كلموا الست دي. حست شادية ساعتها ان الكلام عليها هي والبنت التانية، وفجأة اتخانقوا ال2 الرجالة مع الست وضربوها. في الوقت ده هربت شادية من الزريبة اللي كانت مخطوفة فيها، وفي ناس لقوها وساعدوها ودوها للبوليس اللي اصلا كان بيدور عليها. ومن رغم ان شادية فنانة شاملة متعددة المواهب وتعتبر أيقونة من أيقونات الفن العربي، إلا أنها بدأت حياتها الفنية بالصدفة. وقتها نزل إعلان من شركة اتحاد الفنانين بتطلب وجوه جديدة لبطولة سينمائية، وشاف والدها الإعلان وقرر إنه يقدم لها، وكان وقتها عمرها 16 سنة. الكلام ده كان سنة 1947. وكان صاحب الشركة هو المخرج حلمي رفلة والمصور عبد الحليم نصر. قدمت شادية أمام لجنة فنية فيها المخرج أحمد بدرخان، اللي اتحمس ليها جدا وقرر إنه يشاركها في فيلم كان بيجهز ليه هو أصلا، بس مشروع الفيلم للأسف مكملش. وقرر المخرج الكبير حلمي رفلة إنه يتبناها فنيا، وقرر تغيير اسمها من فاطمة إلى هدى. والحقيقة إن شادية ما كانتش بلع اسم هدى ده، فقررت إن هي تسمي نفسها شادية، وانطلقت بهذا الاسم في عالم السينما. وكانت البداية في فيلم اسمه أزهار وأشواك، وبعدها عملت فيلم العقل في أجازة مع المطرب الموسيقار الكبير محمد فوزي. ومن هنا شادية بدأت تاخد بطولة في الأفلام، وسميت دلوعة السينما. اشتهرت بخفة الدم وجمال الصوت والروح. وعن حياة الفنانة الشخصية، ارتبطت بعلاقة حب مع ضابط في الجيش المصري، واتخطبت له وهي عمرها 19 سنة، ولكن استشهد في حرب فلسطين سنة 1948. حبها بعد كده الفنان محمد فوزي بعد ما قدموا الاتنين الفيلم اللي هو العقل في أجازة، وتقدم ليها محمد فوزي بالفعل، ولكن والدها رفض لأن محمد فوزي كان متجوز وقتها. تزوجت شادية للمرة الأولى سنة 1953 من الفنان عماد حمدي، اللي كان بيكبرها من 20 سنة. انطلق وعنده ولد، لكنهم انفصلوا بعد 3 سنوات بسبب الغيرة الشديدة والضرب ليها. وبعد الطلاق من عماد حمدي حصلت ليها علاقة عاطفية بينها وبين فريد الأطرش، واللي تقدم ليها عشان يتجوزها. وبدأوا في تجهيز الشقة وحددوا ميعاد الفرح. واشتهرت شادية بحبها واهتمامها بفريد، واشترت شادية الفستان، ولكن فريد سافر فجأة وطلب منها تأجيل الفرح، فما كان منها إلا أنها لغت الفرح أصلا. ارتبطت وقتها بشخص آخر هو ابن أخت الممثلة ميمي شكيب، مهندس الصوت عزيز فتحي. والكلام ده كان سنة 1957. عزيز فتحي كان مهندس صوت في الإذاعة، ولكنها اتطلقت منه أيضا بسبب الغيرة. وسنة 1965 تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار، وكانت علاقتهم سعيدة ومستقرة، ولكن عدم إكمال الحمل في كل مرة بتحمل فيها شادية كانت سبب في مشاكل كتير بينهم، وتأثرت العلاقة بينهم. حصل بينهم طلاق أكتر من مرة لحد ما تم الطلاق النهائي سنة 1973. وفي نوفمبر 1986 وعلى مسرح الجمهورية قدمت شادية آخر حفلاتها، وهي حفلة الليلة المحمدية الثانية. والحفلة دي غنت فيها شادية أغنيتها الدينية خد بإيدي، غنتها بدموع وبإحساس غير مسبق،
وكانت آخر مرة تقف فيها شادية على المسرح، لأنها اعتذرت بعدها وقررت تلبس الحجاب وتتبرع بكل أموالها لجمعيات الخيرية. ولكن الصدفة الغريبة توفت في نفس ميعاد الليلة المحمدية في نفس التاريخ، ولكن الوفاة جت بعد 32 سنة. الفنانة شادية قبل ما قررت الاعتزال لما دخلت في حالة إيمانية صادقة، الحالة دي بيوصل لها عدد قليل من الناس. كانت مسافرة لعمل عمرة، وهناك قابلت الكاتبة عليا الجعار وطلبت منها انها تكتب لها عن الحالة الإيمانية اللي بتمر بيها دلوقتي، وطلبت منها أغنية دينية لها مواصفات خاصة بعيدا عن الحزن، أغنية دينية تناجي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب وتضرع. كتبت عليا الأغنية وعجبت شادية، وقالت عليا الجعار بالصدفة للمذيع الكبير فهمي عمر المسؤول عن تنظيم حفلة الليلة المحمدية إن شادية بتعمل أغنية دينية، وفرح فهمي عمر جدا وطلب من شادية إن هي تحيي الليلة المحمدية، وغنت شادية وخرج صوت شادية من القلب وطلع للسماء، وكانت دي المرة الأخيرة على المسرح. بعدها تفرغت الفنانة شادية للعبادة وللعمل التطوعي في دار الأيتام. تركت شقتها اللي كانت ساكنة فيها هي ووالدتها في المهندسين للدكتور مصطفى محمود، واللي فيها دلوقتي المركز الطبي في المهندسين باسم الدكتور مصطفى محمود، وحولت منزلها لمسجد ودار أيتام. أصيبت الفنانة شادية محبوبة الجماهير دلوعة السينما صوت مصر بجلطة في المخ ودخلت في غيبوبة واتحجزت في العناية المركزة، وأصيبت بعدها بالتهاب رئوي وانخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم، وتدهورت حالتها الصحية. توفيت الفنانة شادية في 28 نوفمبر 2017 عن عمر يناهز 86 عام، بعد رحلة من العطاء الفني والإخلاص في العمل والإخلاص في العبادة، وكانت حسن خاتمة لها. رحم الله الفنانة الكبيرة شادية وأسكنها فسيح جنته. رحلة كبيرة من العطاء الفني والنهاية إلى الرجوع إلى الله وإلى التوبة. لكل محبي شادية وفن شادية لا تنسوا قراءة الفاتحة.